كل يوم نشوف حاجات، نسمع أخبار، ونشوف حياة الناس. طبيعي نحس بالمقارنة، لكن الفرق بين التعب النفسي والتحفيز يبدأ من وعينا. اليوم باش نكتشفوا مع بعضنا كيفاش ننجموا نتحكموا في المقارنات ونحافظ على ثقتنا بنفسنا. أهلا بيكم يا جماعة في حلقة جديدة من بودكاست بين السطور. أنا ريان، واليوم الموضوع باش نحكي فيه هو حاجة نعيشوها تقريبا كل يوم، وهي المقارنة بين الآخرين. تحس إنك ماشي كويس وبعدين تفتح إنستغرام تشوف حد مسافر وحد تاني جايب عربية جديدة وحد لقى شغل كبير وحد اتخطب أو اتجوز، وفجأة يجيك الإحساس يقولك هو أنا واقف فين؟ علاش أنا ما زلت ما وصلتش؟ الموضوع ده مش سهل وبيأثر على ثقتنا في نفسنا أكتر مما نتخيل. في الحلقة دي باش نحاول نحكي بصراحة علاش نقارن رواحنا بالناس، شنو هو تأثير هذا على نفسيتنا، وكيفاش نقدر نوقف المقارنات دي أو على الأقل نتحكم فيها. باش نكون صادق معكم، أنا نفسي عديت بالمرحلة دي. كان عندي وقت في حياتي كل ما نشوف حد ينجح نحس لازم ألحقه فورا. كنت أقارن حتى التفاصيل الصغيرة، مين عنده فولورز أكتر، مين شغله شكله أحسن، مين حياته باينة فيها أكتر سعادة. وفجأة لقيت نفسي مش عايش حياتي، أنا عايش حياة المقارنات. حتى لما ننجح في حاجات نقول بس فلان عمل أحسن. بس النهاردة قررت أوقف. قلت ريان، كل واحد عنده توقيته وعنده قصته، ومن اللحظة دي بدأت أتعلم أفرح بنجاحي حتى لو بسيط. شوف، المقارنة جزء من طبيعة الإنسان. العقل دايما يحب يعرف أنا فين بالنسبة للناس، لكن الفرق بين إنك تستخدم المقارنة كتحفيز أو كجلد ذات. السوشيال ميديا كبرت الحكاية دي. احنا بنشوف بس أفضل 5% من حياة الناس، الفلاتر، الإضاءة، اللحظات المبهجة، لكن ما نعرفش إيه اللي ورا الصورة. وكمان من صغرنا علمونا فكرة مين الأول ومين الأخير. الموضوع بقى داخل في دماغنا من بدري، وده بيخلق ضغط رهيب لما تكبر وتحس إنك مش الأول. المقارنة المستمرة تسرق فرحتك من غير ما تحس، بتخليك تحس إنك متأخر دايما حتى لو حياتك ماشية بخير. تفقد الحماس وتفقد التقدير لنفسك، وفي الآخر ممكن توصلك لإحباط أو قلق من غير سبب واضح، وتبدأ تاخد قرارات مش من قلبك بس عشان تلحق كل الناس اللي انت شايفهم متقدمين. عندنا 6 خطوات عملية تقلل بيها المقارنة. أول خطوة، لاحظ اللحظة اللي تبدأ فيها المقارنة. اسأل نفسك، أنا ليه حسيت إني أقل؟ شنو الحاجة اللي خلتني أغير مزاجي؟ ثانيا، خفف المحفزات. في حسابات على السوشيال ميديا بتخليك دايما مضغوط، اعمل لها ميوت، مفيش مشكلة، حافظ على راحتك النفسية. ثالثا، ركز على نفسك. كل ليلة قبل ما تنام اكتب 3 حاجات حلوة صارت معك النهاردة حتى لو صغيرة. ثالثا، ركز على نفسك. كل ليلة قبل ما تنام اكتب 3 حاجات حلوة صارت معك اليوم حتى لو صغيرة، المهم تكون صادقة. رابعا، غير لغة كلامك الداخلي. بدل ما تقول أنا متأخر، قول أنا في طريقي وخطواتي ماشية على قد ظروفي. خامسا، حول المقارنة لإلهام. لما تشوف حد ناجح ما تقولش يا ريت كنت زيه، قول شنو ممكن نتعلم منه. سادسا، احتفل بإنجازاتك حتى لو بسيطة، رياضة، قراية كتاب، خطوة صغيرة، هذه كلها نجحت تستحق التقدير.
النهاردة أو بكرة الصبح خد ورقة واكتب 5 حاجات حلوة في حياتك. أي حاجة، تجربة، شخص، مهارة، حتى لحظة ضحك، وخلي الورقة دي جنبك. كل ما تبدأ تقارن نفسك بحد ارجع واقراها، هتفتكر قد ايه عندك حاجات حلوة فعلا. مرة شفت شخص في سني عامل نجاح كبير جدا. في الأول اتخضيت شوية، بس بدل ما أحبط قلت خليني أتعلم منه. تابعته، لاحظت طريقته، وبدأت أطبقها على طريقتي. بعد شهور لقيت نفسي متقدم فعلا، وقلت في سري الحمد لله إني حولت الغيرة لإلهام. علم النفس يقول إنه المقارنة نوعين، في مقارنة صحية تلهمك وتحفزك، ومقارنة مؤذية تستهلكك وتوجعك. المفتاح هو الوعي. أول ما تحس إن المقارنة بدأت توجعك وقفها فورا، خد نفس وارجع ركز على حياتك. شنو أكثر موقف حسيت فيه إن المقارنة سرقت فرحتك؟ وجربت قبل كده تقلل من السوشيال ميديا؟ عملت معك فرق؟ في الآخر افتكر حاجة مهمة جدا، حياتك مش سباق مع حد. النجاح مش مين بيوصل الأول، هو النجاح إنك توصل وقت ما تكون مستعد. متخليش صور الناس على السوشيال ميديا تنسيك إنك ماشي في طريقك. احتفل بكل خطوة حتى الصغيرة منها، لأن التقدم الحقيقي ما يجيش دفعة واحدة. however يجي خطوة بخطوة. أنا ريان، وده كان بودكاست بين السطور. استنوني في الحلقة الجاية، وبين سطر وسطر تذكر إنك كفاية زي ما أنت.